السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبكم دايما في الله. تعالى نعمل بقى النهاردة أكلة كده، أكلة الوحوش بجد بجد. اللي ما بيحبش الأكلة دي يبقى أقول لكم إيه، لكم يعني بيفوتوا كتير قوي. في نفس كمان يفوت الفوائد بتاعتها وكل حاجة بتاعتها بالطريقة اللي أنا أعملها دي. لو متحبهاش هتحبوها وهتاكلوها بجد. أولادي والله كمر لما بعملها بالطريقة دي بياكلوها. ايه الاكله الجميله اللي دايما انا بحبها وعلى قلبي، بصي واولادي يحبوها جدا جدا، الحمد لله بفضل الله عز وجل. اللي انا دايما بحببها اولادي في كل حاجه بنفس الطريقه، يعني بعملها لهم بطرق، يعني بكل طريقه، ان عشان يحبوها وياكلوها. ايه هي؟ زي ما انتم شايفين اهي كوارع بتاعتنا، او الكارع زي ما انتم شايفين بيضه وجميله ازاي وحلوه جدا جدا ما شاء الله اهي. بصي انا عصر بس عليها ليمون وغسلها كويس جدا، عصر عليها ليمون وحط عليها ايه حبه خل، اهي بيضه وزي الفل وجميله جدا جدا. دي زي ما انتم شايفين ما شاء الله ما شاء الله اهي، بس بيضه وجميله ازاي، بيضه وحلوه قوي 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 قوي، وريحتها حلوه جدا. الليمون طبعا غسلتها كويس جدا، والليمون والخل ما يخليهاش طبعا فيها اي زفاره خالص، اي زفاره خالص كده. اي يعني تبقى جميله جدا نفس الطريقه اللي انا اعملها وبعملها كده كل مره، تبقى جميله جدا زي ما انتم شايفين كده. تعال بقى الميه ايه غلت كده انا، واحنا كده بنحط كده مننساش نذكر الله كده ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، وندعي دعوه حلوه كده لاهل غزه ان ربنا ينصرهم يا رب ويرفع عنهم البلاء وبال هم فيهم، ولم شملهم وايه وارضهم على خير. اللهم كل اللي زيهم في محنتهم يا رب، كل اللي في محنتهم يا رب فك كربه، يا رب فك كربه كده، يا رب فك كربهم، فك كربهم زي ما انتم شايفين كده اهي. آه انا شايفين كده الميه غلت، نعمل ايه؟ انا هحط كده اهي ما شاء الله حلوه جدا اهي حلوه. انا الليمون بقى عصرها بص جميل جدا 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 كده، عشان كده يدونا كده اهي كده، بس ميتها كلها ليمون، انا حاطه ليمون كتير يعني الحمد لله. بص يعني ليمونتين كده كبار وحطاهم كده ما شاء الله اهي اهي. وادي الميه بتاعتها الليمون اهي جميله نضيفه. تعال بقى نحط معاها ايه، نحط معاها طبعا اهي طماطميه كده، بصلايه، قرن فلفل كده يدينا بقى ايه، له بس فتحه صغيره كده اهي هنا الطعم. لورا بقى وحبهان كده اهي كده، وادي قرفه وادي الحبهان وكل حاجه الشوربه كده على بعضها تدينا الطعم كده ما اقولكيش، بتبقى حلوه جدا جدا كده. كده احنا ايه، بتبقى شربتها عسل، بتبقى شربتها جميله جدا. بتبقى حلوه جدا جدا في الطريقه دي. وغطيها كده واسيبها تغلي سوا ما شاء الله. ريحتها حلوه، ريحتها تجنن بجد، وشربتها جميله جدا زي ما شايفين كده. بصوا شربتها حلوه قوي وبجد، بص شربتها والله ما شاء الله بجد حلوه جدا، ريحتها والله حلو. الفلفل والتوابل اللي فيها طبعا مخلي ريحتها حلوه جدا جدا، ويعني حاجه الشوربه وبجد والله ريحتها حلوه قوي قوي، ريحتها كده تجنن. انا عارفه ان اولادي يعني بصي يعني بنتي برضه تقول لي ريحتها يا ماما حلوه جدا. ف ايه شربتها بتبقى جميله، واولادي بيشربوا كمان الشوربه بتاعتها بتبقى منين، هي بتبقى ريحتها حلوه وملهاش اي ريحه تانية، ريحتها شوربه عاديه جدا. التوابل اللي فيها والحاجه اللي فيها مخليها تجنن. تعال بقى نعمل ايه، عندي بقى حبه خلطه والله كان عندي في التلاجة بقيت محشي كده اهي، بقيت محشي كده اهي جميله جدا. يا دوبك هزودها حبه خضره كده، يعني شبت، وكان عندي شبت وكزبره عملتهم كده اهي كده انتوا شايفين. وعندي كمان زي ما شايفين كده عاوزين كده ورق نعناع، ورق نعناع كده اهي اخرطهم كده معاه بيدينا الطعم وريحه مقولكيش. ده نعناع كده شايفين اخرطهم كده كده مفروم كده كويس.
واحط لها كده يا دوبك 7 برك كده، معلقه صغيره، لان انا مش عاوزه يعني ريحه النعناع تروح منها كده. النعناع بتبقى جميله جدا، ونقلبها كده كويس اهي كده كويس زي ما انتم شايفين. عملنا الخلطه اهي زي ما انتم شايفين كده، جميله جدا وريحتها حلوه قوي. وهل طبعا ورق عنب طلعته كده من الفريزر زي ما انتم شايفين كده، ورق عنب جميل جدا اهو، ورق عنب كده جميل. طلعت كده كيس، ونعمل ايه بقى كده زي ما انتم شايفين كده، نلفه زي ما انتم شايفين اهي. طبعا انا قبل كده يعني قبل ما ابدا كده اخلص لف اهي جميل جدا، جميل اهو زي ما انتم شايفين اهو. نحطه كده في الصينيه. تعالى نعمل بقى ايه، نحيق الكوارع. كوارع زي ما انتم شايفينها كده اهي، هي استوت ما شاء الله عليها، يعني هي خلاص يعني 5 دقايق وهطفي عليها. بس ايه، بس هحط لها الملح كده 3 معالق ملح كده، حطيتها ونص كده. وشوف هي ما شاء الله استوت خلاص، لان اهي جميله جدا اهي ما شاء الله ما شاء الله، حلوه جدا جميله جدا اهي. بس ما شاء الله اهي، بس التومه غرزت فيها الشوكه كده، هي ايه يعني 5 ل10 دقايق كده وهطفي عليها كده خلاص اهي اهي. بس فيها الشوكه ما شاء الله اهي. بس التاني اهي غرزت فيها الشوكه كده، يعني هي يعني قربت يعني ما شاء الله هو 5 دقايق بالظبط كده وهطفي عليها. وعامه طبعا ايه واطفي عليها واسيبها عما تبرد كده، لان انا كنت مشغله عليها يعني النار ووطيت عليها وخرجت، فانا كده وكنت موطيه عليها وخرجت. واديني كده هسيبها يعني 5 دقايق واطفي عليها واسيبها لحد ما تبرد. كون انا لفيت الورق عنب لف كده اهي على طول زي ما شايفين. طبعا ولادنا كل طبعا في الدراسه، في اللي في الكليات واللي في الدروس طبعا، واللي في طبعا واللي بيشوفوا طبعا مستقبلهم كلهم، فهم بقى كل سنه وهم طيبين. ويا رب يجعلنا دايما كده بالتوفيق الدراسه ليهم، ويجعلها بالنجاح ليهم كده يا رب كده، وربنا يستر عليهم ويحميهم، ويجعل الصعب سهل لهم في الايه في دراستهم، ويكبر كده بخاطرهم ويحفظهم جميعا. ولادنا طبعا ولادنا كان دايما بيساعدوني طبعا، دلوقتي اللي في الكليه واللي في الايه واللي في الدروس. فطبعا انا طبعا ربنا معانا بقى، معايا مع امهاتنا هو معانا كل ام طبعا. فاحنا طبعا هنقعد بقى نلف كده لوحدي. طبعا بنتي جات من الدرس لحقت مش هتلف معايا، لحقتش خلاص بقى مش مشكله. فانا راح كده الف كده واخلص لف اهي، خلص لف كده شايفين كده. وارجع لكم ايه تاني. لفينا بقى الورق العنب زي ما انتم شايفين اهو، خلصته كده. ومعايا بقى جبت صينيه او بول او واق زي ما انتوا ايه حابين. حطيت فيه طبعا بصل وطماطم زي ما انتم شايفين. هعمل ايه بقى كده ومقطعت طبعا سلكت كده طبعا من كوارع كده او كرعين اهي، نرصها زي شايفين كده اهي. حطينا كده تاخد بقى الطعم ما اقولكيش، بتبقى تجنن حلوه قوي 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 كده اهي. حطينا كده كويس مش هيبقى نرص بقى الايه الورق عنب كده كده جيه كده اهي كده وكده زي ما انتم شايفين كده لحد كده ما نرص كده ايه يعني من فوق كده نغطي الكوارع او الكارع الكوارع كده. حاجه بتبقى جميله جدا حلوه قوي 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 اهي اهي كده اهي
رسينا كده بقى. تعالي نعمل ايه كده، نعصر ليمون، طلع منه البذر كده. نحط بقى ايه خل، عصرنا ليمون، نحط خل كده يعني بتاع معلقتين 3 بس كده. عندك دبس الرمان ماشي، انا ما عنديش بقى الا اخر حبه كده صغنن، حطيت فيهم ميه كده. رش ملح، عندي بقى ورقتين نعناع كده اهي كده، رش كده تدينا بقى الطعم وريحه ما اقولكيش تجنن. نحط بقى ايه، تحطي ايه مع بعض كده اهي شوف كده شوربه الكوارع اهي. حط حبه كده من شوربه الكوارع كده على الوش، تدينا بقى ايه جميله 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 كده اهي. شوربه الكوارع جميله جدا، ميتها او شوربتها عامه اهي. بس بقى الوش ده كده، الوش ده كده نحطه كده على الوش كده، حاجه حلوه اهي. حبه ميه كده سخنه او عادي من الحنفيه، بس كده. اغطيها، وقبل ما اغطيها كده احط لها حبه زيت بس كده. ودي احطها بقى على العين بوتاجاز. معانا ايه بقى زي ما شايفين، معايا طماطم مبشوره، معايا حمص تبلاه كده، عندي حبه بلتهم اي لو عندك، لو مش عندي خالص عندي جزره كده مبشوره ومقطعه برضو فيها كده، يعني نصها مكعبات ونصها ايه مبشور اهو زي ما شايفين. معايا بقى 4 فصوص توم كده، اقطعهم كده اهي كده، يعني طرنشات كده كده. وانزل بالخلطه بتاعتنا، الطماطم مبشوره، وادي الحمص، وادي الجزر كده اهي. انتوا شايفين كده. انزل بالبصل، بصل مكعبات كده كبيره اهي زي ما شايفين كده. نزلت على ايه كل ده، على طبعا على زي ما شايفين كده على الكوارع. طبعا سلقتها اهي كده كوارع اهي كده. معلقه صلصه لو عندك، معلقه صلصه كده كده اهي. طب احط ايه فلفل اسود وملح وكزبره كده. ومعايا بقى الخلطه الجميله الحلوه جدا جدا، انا ما بعملش اعلان ولا حاجه، كنور اللي هي 11 بهار، 11 بهار كده جميله جدا. موجوده عندك ماشي، مش موجوده خلاص، انا جبتها كده تبقى ريحتها حلوه وتجنن تجنن تجنن. خلاص كده اهي. نحط بقى ميه بتاع كوبايتين كده ميه، ولا كوبايه مج كده، ونقلب كده كويس. خلصتها كده وجبت قرن فلفل كده، يعني نص قرن فلفل، يعني ده كده تطعيمه وريحه. احط بقى حبه زيت كده او معلقه سمنه، انا احط زيت كده عشان تبقى خفيف كده. واغطيها برضو تاخد غلوه على النار، واحطها في جوه الفرن كده. انا خلصنا يا دوب بقى، اروق الدنيا كده واظبط كده لحد ما طبعا ورق عنب يستوي.
كده بقى احنا خلصنا كده. ده حطيت طبعا الشوربه في الطبق، ومعاه طبعا ايه حته كاري، ومعاه طبعا طلعت الطاجن بتاعنا الجميل جدا جدا. بس حلو ازاي، حلو جدا، حلو قوي 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 قوي. يا دوبك بقى ايه نعمل ايه كده. وادي الطاجن بتاعنا الورق العنب. نحط بقى كده الاول اهي طبق كده. كده انا خلصت زي ما انتم شايفين. ادي طبعا شوربه الكوارع، وطبعا طاجن الكوارع بالحمص بقى والايه والبصل وملوخش وجزر جميل جدا. وادي معانا الطاجن ورق العنب بالكوارع جميل جدا، وما شاء الله ريحته جن، واكله حلوه جدا جدا. ونسيت اقول لكم إن الكوارع دي جايه لي برده من الصعيد، من خيرات اللي هم كانوا جايبينها خيرات الله، اللي هم طبعا كان داخلين عليا بيها. فاقول لهم دعوه حلوه ان ربنا يحفظهم ويزيدهم ويديمهم من نعيمه، ويديمهم دايما في حياتنا دايما بخير وصحه جيده يا رب، ويخليهم دايما لبعض سواء اخوات او سواء اهالينا او كل حبايبنا كده، فربنا يحفظهم جميعا. فطبعا اقول لكم يا رب يكون الاكل ده عجبكم. انا اولادي بيموتوا في الاكله دي بجد، جميله جميله جدا جدا. زي ما انتم شايفين قدامكم، بصوا ما شاء الله ما شاء الله، حلوه جدا جدا. وكده انا خلاص خلصت اهو ما شاء الله، جميله جدا اهي اهي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اهو كده. وادي كده انا خلصت اكلي خلاص. اقول لكم بقى ايه، اسيبكم بقى في رعايه الله، ما تنساش تذكروا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.